اهلا بكم المتابعات والوفيات لقناة جمالك بالوصفة. اليوم هنتكلم عن ريفيو مخصص لحماية البشرة من اشعة الشمس. هو كريم نيتروجينا اللي بيحمي بشرتنا من الاشعة الفوق بنفسجية الضارة. تعالوا نتعرف اكتر على تركيبته، مميزاته، عيوبه، هل هو فعلا مفيد للبشرة ولا مضر، هل هو بينفع لكل الناس ولا لا، خصوصا في فصل الصيف. فتعالوا نتعرف اكتر على مميزاته وعيوبه وطريقة الاستخدام، فتابعوني للنهاية لان النهارده هتكون حلقه مهمه جدا جدا. اشتركوا في القناه، فعلوا علامه الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد الفيديوهات. ولو في سؤال، استفسار، تعليق، اكتبوا لي تحت في التعليقات، هرد على جميع الاسئله. وطبعا لو في محتاجاني اكلمك عن اي منتج فمن عينيا الاتنين اكتبه لي برضو في الاسئله، ان شاء الله هعمله لك في حلقه مخصصه ليكي انت. عايزه اقول لكم في الاول ان تم تصميم كريم نيتروجينا مع واقي الشمس علشان يوفر لك الرطوبه والحمايه من البشره ومن اشعه الشمس بمعامل حمايه SPF 15 من غير ما يسبب انسداد في المسام او يسبب لك ظهور حبوب او بثور. وهو بيجمع ما بين الترطيب وما بين الحمايه، فالحمايه بتاعته بتوصل لمده 12 ساعه. كمان من الاسئله اللي كانت بتجيلي هل ملمسه دهني ولا لا، هو تركيبته خفيفه جدا وغير دهنيه، فبالتالي البشرة بتمتصه بشكل سريع وبيمنع ظهور الشيخوخة ومش بيسبب أي حساسية ومش بيسد المسام. كمان خالي تماما من الزيوت والعطور والكحول والمواد القاسية على البشرة. حاولي قبل استخدامه ان انت تشطفي وجهك كويس جدا قبل باستخدام غسول نيتروجينا المناسب لنوع بشرتك. وانا في قناة جمالك بالوصفة كلمتكم كتير عن انواع كتير مختلفة من غسول نيتروجينا. خشوا كده واعملوا جولة سريعة في القناة، لان محتوى القناة بيخاطب عقل السيدة والفتاة المصرية، واكيد محتوى القناة ان شاء الله هينال على اعجابكم ورضاكم. بعد ما غسلنا بشرتنا بالغسول وبعدين جففنا بشرتنا قبل استخدام الكريم، هتحطي كمية صغيرة من كريم نيتروجينا وابدأي بتوزيعها على الوجه والرقبة. وفي النهاية طبعا قبل الخروج من المنزل بحوالي نص ساعة هتبدأي بتوزيع الكريم واقي لإشعة الشمس. موجود فيه طبعا مواد مرطبة ومطرية. عندنا طبعا منتج خالي من العطور، فكده عشان كده هو مناسب للبشرة الحساسة وبيمنع ان البشرة تتهيج او يحصل فيها احمرار. ولكن من الافضل برضو قبل استعماله ان احنا نعمل تيست او اختبار حساسية عن طريق ان انت تحطي جزء صغير منه على الايد، وبعدين تلاحظي المنطقة اللي انت هتحطي فيها الكريم. لو لاحظتي ان هي ما حصلش فيها اي نوع من انواع علامات الحساسية فاستخدميه بشكل مباشر على الوجه. من الحاجات المهمة جدا ان هو كمان مناسب لكل انواع البشرات، وهو بيرطب وفي نفس الوقت بيحميكي من اشعة الشمس الفوق بنفسجية. لكن اللي انا ما حبيتهوش في هذا المنتج هي المواد الحافظة، فلو كانوا بدلوها بمواد اخرى كان هيبقى منتج كويس جدا جدا، وده طبعا رأيي وتجربتي فيه. مهم جدا برضو عشان نحصل على بشرة تكون صافية ونقية ان احنا نهتم جدا بغسيل البشرة باستخدام الغسول المناسب لنوع بشرتنا. استخدام كريم مرطب بشكل يومي ده هيحمينا ان البشرة يظهر فيها تجاعيد وشيخوخة مبكرة. ان احنا نرطبها برضو بترطيب يكون مناسب، نبعد تماما عن الكريمات التجارية اللي بيكون فيها زيوت معدنية ويكون فيها مواد مشتقة من البترول. وطبعا وده النهاية ان احنا طبعا بنحمي بشرتنا وبنقيها من ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة والاسمرار والتصبغات عن طريق استخدام صن بلوك او واقي الشمس اللي بيكون مناسب لنوع بشرتنا. في النهاية احنا كده وصلنا لحد اخر الفيديو. حطوا لي لايكات بليز بليز بليز، حطوا لي لايكات كتير من فضلكم. كمان اعملوا اشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتوش، شيروا الفيديو مع الجميع. ودلوقتي على الشاشه هتظهر فيديوهات على اليمين وعلى اليسار، اتفرجوا عليها وان شاء الله تنال على رضاكم وعلى اعجابكم. اشوفكم في حلقه جديده. ارائكم وتعليقاتكم كلها على راسي، فاكتبوا كل ارائكم في التعليقات وان شاء الله هقرا كل التعليقات، ولو في اسئله ان شاء الله هرد عليها. اشوفكم حبايبي في امان الله.